شنو رأيكم إلا قلت لكم أنا فكرة جزيرة جيفري بالسين ماشي فكرة جديدة، كانت غادي تكون هي نفسها نسخة قبل في العالم ديال بابلو اسكوبار. كيفاش بابلو اسكوبار اللي كان كيسيطر على العالم كامل وصل حتى المغرب ودار فيه ستوب؟ علاش خلاوه يتقوى؟ شكون هو؟ حتى ولا امبراطور الكوكايين. من بعد بغاو يصفوها ليه. واش كانت غفلة من أمريكا وكولومبيا ولا كاين سر كبار؟ يمكن سمعتي هذه القصة من قبل ولكن ماشي بهذه الطريقة، الحقيقة كاملة مختلفة شوية. ولا بغيتوا تعرفوها كامل خليكم معايا حتى الاخر. اليوم طيارتنا غادي تقلع لدولة كولومبيا. اولا ديس دي كولومبيا. يلا نستاسيونو تماك وناخدو قهوتنا، حيت معروفة كولومبيا عالميا بالكواليتي نقية ديال قهوتهم، غير تشرب منها تولي مدمن بقهوتهم بالضبط. صفوا نيتكم انا ما قلت والو. من هنا قصتنا ديال اليوم عن ابن كولومبيا بابلو اسكوبار، اللي وصفوا العالم بأنه أخطر تاجر مخدرات في التاريخ كامل، ولقبوه بالبارون المخدرات أو الباترون أي الملك أو الإمبراطور كوكايين. في العالم المافيا والجريمة وغسل الأموال هذه مسميات كاملة كتسمى ديما على المافيات الكبار اللي كيكونوا نمبر 1. عالم أسود تدخل ليه حي تخرج ميت، ما فيهاش شك. فايت اللي شبهته قبل في حاله في حال عالم الجن، وما عالمين بجوج ما فيهمش الضحك، ومستحيل تخرج منهم حي. ما كايناش فرصة تانية، يا تكون معانا يا تغبر من حدانا. كيفاش دار ليها؟ راجل مطلوب من العالم كامل كمجرم، محبوب في الحي ديالو. كل الشوارع والأحياء المزلوطة اللي كاينة في ميدلين كيشوفوا فيه شوفة أخرى، كتغير حياة بزاف ديال الناس. درجة شرا حي كامل بأمواله الخاصة. مدينة ميدلين وبنى لكل فقير دار، ساعد الآلاف العائلات، مول ملاعب كرة القدم، ودعم ديور العجزة واليتامى تكفل بهم، ساعد كل محتاج دق بابه أو ما دقش. بابلو غطاهم وكساهم وأواهم. بابلو ما كانش ناسي الفقراء، بالعكس كان معاهم، عكس الدولة اللي كانت ناسياهم. كان هو الملاك، هو الملجأ، هو الملك، هو الدولة. لهذا كانوا كيلقبوه بروبن هود ديال كولومبيا، الملاك الأبيض المنقذ للفقراء. سؤال ديالنا، واش كان بابلو اسكوبار مجرم خطير بصح كيف دعت أمريكا، أو كان مجرد رجل مافيا عادي ما دخلش في الخطة ديالها أو ما قبلش يكون عليه قيود؟ فضل يبقى راجل حر حياته كاملة وما بغاش يشوف راسو مع ناس اخرين، او كان كيشوف نفسه بوحدو دولة لانه كيحلم يبني دولة مستقلة به. كان العدو اللدود ديالو الاول والاخير هو امريكا، حتى لدرجة انه غرقها بالكوكايين. كيقولوا انه مجرم، ولكن كاين فرق كبير بين عقلية مجرم ذكي ومجرم غبي. المايند سيت خدامة هنا يا خونا. وكان كيقول إلا بعنا كيلو $1000 في كولومبيا، إذا قطعناها وصلناها لميامي ولا نيويورك غنبيعوها $100,000. يعني الفلوس كتهضر بوحدها. بغا ربح بسرعة وما كانش باغي طريق طويلة، اختار طريق خطيرة وصعيبة ولكن في نفس الوقت ربحها كبير. في العالم المافيا كيقولوا البزنس إز بيزنس، ما خاصوش يتخلط بالعاطفة. إلا دخلتيه بالعاطفة غتخسر، وإلا دخلتيه بالعقل غتربح. خاصك ديما البرودوي صحيح وتخدم مع الناس الصحاح ودير تنظيم محكم ودقيق، ويكون عندك قائد كيعرف يخطط ويوجه. الوينر برودكت هنا كان هو الكوكايين ماشي ماريخوانا. المنتوج طلب عليه كبير ما كيوقفش طول العام، هامش الربح فيه خيالي. الحلم ديالو باش يولي ملياردير اند ليدر تبنى من الطفولة ماشي بالليلة ونهار. وبالفعل ولا هو القائد ديال كارتيل ميديين، راس الحربة اللي تأسات على يدو مع صحابو حتى خوتو دخلوا معاه، كل واحد عطاه الدور ديالو. وهنا كيبان مبدأ التيم وورك، حيت كل واحد كان مسؤول على خدمته
من خلال هذا التنسيق والعمل الجماعي ولات كارتيل من أخطر التنظيمات الإجرامية في العالم، وخلق القانون الخاص به. هاك الفلوس وسكتني بلاطة وبلومو أعشيري، المقصود بها فلوس ولا رصاص، كل شي بالمقابل، كل شي عنده تمن. بهاد العقلية تحدى القانون وتحدى الدولة، كان آمن وشايف أن كل شي كيتشرى، غير كل واحد والثمن ديالو، حيت ما كانش غير غني وخلاص، كان من أغنى الأغنياء بداك الوقت، بالثروة كتفوت 30 مليار دولار ويمكن حتى كتر. كانوا عنده طائرات خاصة، فيلل في كل مدينة، أما السيارات أشكال وأنواع. راجل مافيا حبيبتي، عايش حياة الملوك، لا فيدا دي لوخو، كل شي عنده، واللي بغاها تحضر. حديقة الحيوانات كاملة كاينة في جزيرته، جاي فيها الحيوانات من كل أنحاء العالم، حتى مطار خاص به كيتحكم فيه كيف ما بغا، كاين تا هو. كان حاكمها ديال بصح، اللي وقف في طريقه كيتصفى، ما خلى حتى شي عصابة تبان قدامه، يا تخدموا معايا يا تغبروا من حدايا. حيت فلوس كتيرة، كان القانون ديالو واضح وباين، ما خلى قضاة، ما خلى بوليس، رؤساء، صحفيين، اللي كان كيدق بابو يسمعوا جواب. حتى كولومبيا ما رحمهاش، كانوا دايرين ليه ألف حساب، حيت خونا ما كيضحكش. خلينا نتعرفوا عليه كتر من بدايته. الاسم الكامل ديالو هو بابلو إيميليو إسكوبار غافيريا، زاد في 1 دجنبر 1949 في مدينة صغيرة سميتها ريو نيغرو في كولومبيا. نشأ في عائلة متوسطة مكونة من 7 الأفراد، كان عنده 6 الخوت والخواتات، من بينهم الشقيق المعروف روبرتو إسكوبار. الأب ديالو كان فلاح بسيط، الأم كانت معلمة مدرسة ابتدائية. كانت العلاقة ديالو مع مو قوية بزاف، كان ولد مرضي ميمتو وعزيز عليها من صغرو. ما تبدلات هاد العلاقة حتى من بعد. الحياة ما كانش سهلة، لا فلوس كتيرة لا فرص كبيرة، ما تزادش المعلقة الذهب فمو، بالعكس عاش الزلط وحس بيه، يعني عاش الفقر برو ماكس. من بعد هاد المدة العائلة عيات وتقهرات، وقررت تمشي لمدينة ميدلين، كانت تقلب على فرصة أحسن يقدروا يعيشوا بها مع الوليدات، خاصة أن البلاد في هذه الفترة كانت كتعيش اضطرابات وأعمال العنف تشبه الحروب الأهلية. وحيت ملي كتكون البلاد مرونة ولقمة العيش صعيب تلقاها بسهولة، طبيعي يخرجوا منها ناس كيدخلوا في طريق الجريمة، ومنهم حتى اللي كيولي زعيم المافيا، في نفس الوقت حتى هو ضحية ديال داك الواقع اللي تربى فيه. ما نقدروش نحكموا عليه انه تزاد مجرم بطبعه، ولا الظروف القاسية هي اللي صنعت منه داك الوحش، بحال ما صنعات بزاف ديال الوحوش من بعده. من بين احياء مدينة ميدلين غادي يخرج واحد من ولادها باش يولي من بعد واحد من اخطر تجار المخدرات في العالم. راجل خلع العالم كامل، حتى امريكان خافت منه، ما بقاتش قادرة تجاهلو. ولكن كيبقى السؤال، علاش ديما في كل بلاد كيظهر واحد المجرم كبير من بعد كتبان امريكا بالذات بحال المنقذ؟ واش فعلا امريكا كتنقذ العالم، ولا غير ملي كيولي الخطر قريب ليها؟ هادشي كامل خلى بابلو اسكوبار يفضل يدفن في بلادو لانه يتحبس في امريكا، ما كانش باغيها، فضل لي يموت ولا يمشي ليها. من صغرو بدا طريقو في الاعمال غير قانونيه، بدا صغير لكن طموحه كان كبير. من صغرو كان شيطان بافعاله، كيف افكار وطموح بزاف. هو برج القوس وكان قواص من صغرو على اهدافه، لدرجة ديما كيقول مو غادي نكبر ونريحك، لانني غادي نكون مليونير ونخرجك من هاد الميزيرية. خونا جذب ليه طاقة الثراء، ولكن بطريقة غير شرعية. كان ديما هو الليدر بين صحابو، اي القائد اللي ديما جامع عليه الدراري ديال المدرسة او الحي. هو العقل المدبر والمخطط اللي ديما داير خطط وبلانات باش يطلع الفلوس، ما يهمش منين، من الارض او من السماء، المهم الفلوس تحضر. كانوا صحابو تابعينه
حيت اكيد مربحهم، ما خلا ما دار، باع الشواهد مزورين، بكالوريا مزوره، شواهد القبور، باع تسريبات الامتحانات، ما خلا ما دار. فجمع شويه الفلوس بدا كيسلف عباد الله مع الربح اي الفائده. ومن بعد طور النشاط ديالو ودخل حتى في سرقه ديال السيارات وتفكيكها وبيع القطع ديالها، حتى دخل لعالم المخدرات. وهنا تبدلات اللعبه، ولا اللعب مع الكبار، وزاد كبر وبنى الامبراطوريه ديال الكوكايين، ولا عنده جيش كامل تحت يديه. ولكن السؤال الحقيقي هو فين كانت الدوله؟ فين كانت المراقبه؟ يعني اي طياره فين ما كانت خاصها يكون معروف المكان الاقلاع ديالها والمكان النزول، فين غادي تهبط، وقتاش قلعات، وكل حركه محسوبه ومراقبه. والجواب هنا ساهل، وانه كيعتمد على الرشوه وعلى الفساد اللي كان منتشر بزاف ديال البلايص، وعلى التخويف اللي مخدم مع كل شيء. كان كيشري الناس بالفلوس، واللي ما كيبغيش كيعطيه جوج فرص، خود البلاطه ولا خود قرطاسه. وهنا استغل الفرصه ان الناس فاسدين في كل بلاصه، مستعدين يبيعوا الضمير ديالهم. يعني امريكا حنا كنعرفوها كاملين، البق ما يزهق، ما يزهقش عليها هاد الشيء، غير دارت علميكا ديك الوقيته، لانه كانوا مصالح اخرى. بحال مثلا نقدروا نقولوا ان الفكره كانت غادي تكون جزيره إبستين مثلا، هي جزيره بابلو. واش صدفه بحكم بجوجهم عندهم نفس المعايير، بعاد على اعين الناس، بجوجهم تحجبات المراقبه عليهم، بجوجهم كانوا جزر خارجين للسيطره نهائيا؟ ولكن بابلو كان عارف نسبيا شنو كانوا باغيين بالضبط منه. ولكن هو شخصيته بوحدها، راجل حمق ما عندوش قيود. زيد مشكلة بابلو كوكا والعيالات، الجنس اللطيف ما عندوش مع الاختلاف، كيمجد العائلة وليدات صغار، ماشي المود ديالو لحم خضر وكاس حمر. اذا هنا امريكا ما تساعدهاش تكون مجرم وراجل نفس الوقت. صعيب تفهم معاك، والفاهم يفهم. بصح بابلو بفلوس يقدر يشري الناس والنفوذ، يفرض السيطرة وتكون عنده سلطة، ويبني إمبراطورية. ولكن عمره ما قدر يركع لأمريكا. بابلو كانت شخصيته قوية، مخو ديما خدام، وخا ما كملش قرايته في الجامعة، كان إنسان متعلم بطريقته، وتعلم بزاف من الكتب والزنقة والتجارب ديالو. عقلو كان مركز في حاجة وحدة، كيفاش يدير الفلوس بلاطا. بهاد العقلية بنى شبكة تهريب معقدة، طيارات صغار كتهبط في بلايص سرية، قوارب كدوز من البحر، وطرق ما كيعرفها حتى حد. كانوا عنده ناس في كل بلاصة، من المهربين حتى لبعض المسؤولين. وملي سيطر على السوق في بلادو ما بقاش كيشوف غير امريكا كالسوق ديالو، بل بدا كيشوف العالم كامل كساحة مفتوحة. وكان كيقول ما عنديش منافسين بزاف. طموح ديالو ما كانش عنده حدود، وكان باغي يوصل بالكوكايين حتى لأوروبا. وفي هاد الطريق كان المغرب هو الاختيار ديالو، بحكم الموقع الاستراتيجي يتقرب بزاف لأوروبا وكيطلع عليها، ويقدر يكون بوابة مثالية للعبور. ولكن المفاجأة كانت ملي جا المغرب لقى منافسين كبار، بابلوات اخرين حتى هما. كل منافسة ما غاديش تكون سهلة كيف كان متصور او متخيل، بصح الفلوس كتفتح كل الابواب. الفلوس هي القوة، كيف يقولوا الناس زمان، الفلوس دير لك طريق في البحر، والخوف كان كيسد الفوام. ولكن هنا الراجل اللي قدر يشري دولة كاملة طاح بسبب قرار واحد، في لحظة غرور وفي لحظة جنون العظمة. ما بقاش مكتابي بالفلوس، قرر بابلو إسكوبار يدخل السياسة، وكان هذا أكبر غلط دارو في حياته. هو دخل باش يحمي راسو، وفضل حب الناس ليه هو لهم دخل البرلمان كنائب احتياطي. لبس هو قناع جديد، قناع رجل أعمال، راجل كيدير الخير وكيعاون كل فقير. ولكن سا حاجة وحدة، السياسة ماشي غير سلطة، السياسة تا هي مافيا من نوع آخر، مافيا ديال الكراسة. هو كان ملك ولكن في الظلام، وملي خرج الضوء سلطات عليه الأضواء، والضوء ما كيحميكش، الضوء
كيفضحك، كيكشفك وكيعريك. بانت الحقيقة ديالو اللي كان سببها وزير العدل الكولومبي رودريغو لارا بونيلا، الراجل اللي وقف قدام الجميع وقدام بابلو براسو وقال الحقيقة بلا خوف ان هاد بابلو ماشي راجل سياسة كما كتشوفوا دابا، بل هو تاجر مخدرات وعنده علاقة بركارتل ميديين، اي هو مولاها. وقدم هاد الشي كامل قدام الرأي العام في الإعلام وأمام البرلمان بالأدلة والبرهان. عقلوا على هاد الأدلة اللي جابهم معاه، ويمكن نقدروا نقولوا عليه ايوا هاد السيد بعدا راه كان شجاع ونزيه وقال كلمة الحق. هادشي اللي بالينا دابا. وكاين احتمال آخر نقدروا نقولوا عليه كان مدعوم من جهات خارجية باش يطيح من بابلو ويقصوا ليه جنيحاته، وبالصح كانت النتيجة محسومة، تفضح اسكوبار قدام العالم كيف بغاو. من ديك اللحظة تبدلات القواعد وتبدلات اللعبة، حيت بابلو اسكوبار ما بقاش داك الراجل اللي كيتخبى في الكواليس ولا معري قدام الناس. شوهوا الصورة ديالو والهيبة اللي كان كيبنيها من سنوات بدات كطيح. من هنا بدا السقوط الحقيقي ديالو. الدولة شدات فيه شدة لعبة في الظلمة، حيت ولا هو الهدف الرسمي بالذات. ومتابعة أمريكا كبرات حيت كانت باغياتو يتسلم ليها، والضغط تزاد من الداخل والخارج، وحتى الناس اللي كانوا كيدعموه بداو كيتراجعوا. كولومبيا ما بقاتش قادرة تحميه، ما بقاتش عنده الحماية. وهنا رجع الأسلوب القديم ديالو، بدا كيصفي كل واحد كيوقف في طريقه، وبدا بأول واحد واجهه. عرفتوا شكون؟ بدا بالنيت برودريغو لارا بونيلا اكزاكتلي، انتقم من الوزير اللي فضحو وكان سببه في هاد الطيحة وهاد الشوهة. ما طولش معاه، خلال شهور قليلة ما يك عليه في الأول وبدا به أول واحد. ومن هنا على أنه غادي تكون حرب مفتوحة مع الدولة، حيت حس بالخيانة أن بلادو باعته وبغات تسلمو لأمريكا. وهذا القرار كان مدعوم من طرف الرئيس الكولومبي بيليزاريو بيتانكور. هو كان كيشوف وكيفضل الموت في كولومبيا أهون ليه 1000 مرة من السجن في ميريكان. هنا اعلن الحرب ضد الجميع. بدات القصة بالتفجيرات. تفرقيع اخويا هو اللي خدام، ماشي تفجير واحد بل سلسلة ديال التفجيرات هزات كولومبيا كاملة. بابلو اسكوبار ما بقاش كيهضر بلسانه، بدا كيتكلم بالنار. في كل دقيقة الطوموبيلات عامرين بالقنابل كيتفرقعوا في الزناقي، في كل بلاصة كاين تفرقيع. خونا بلبلها ديال بصح بدا كيهاجم على الوزارة، القضاة، الجيش والصحفيين، ما خلى حتى واحد. اي واحد تكلم او حاول يوقف طريقه كان كيعرف باللي النهاية ديالو قريبة، حيت في العالم ديال بابلو اسكوبار ما كاين جوج فرص. كيف قلت لكم كاين غير القرطاس والضربة في الراس. بوغوتا العاصمة ديال كولومبيا وما بقاتش كتنعس، ما خلى بوسطة ديال البوليس، كوميساريات، البلدية، دمر كل شيء، ما بقاتش حدود ليه. كل قنت ما كاين غير الانفجار. كان رسالة تخويف وترهيب كيوصلها باش يبين القوة ديالو ويفرض السيطرة ديالو على الجميع. هنا عاود دخل عنصر اخطر في القصة، M19 حركة ثورية كتواجه الدولة. ولكن في وسط هذه الفوضى بابلو اسكوبار كان كيشوف ابعد من الجميع. كان عارف بلي الملفات ديالو كاينه في المحكمة العليا، الادلة اللي شدوها عليه واللي تقدر تكون نهاية الامبراطورية ديالو. وهنا بان الذكاء ديالو، استغل الغضب ديال هاد الجماعة وخاطبهم بطريقة ذكية. إلا بغيتو تبينوا القوة ديالكم استهدفوا رموز الدولة وعلى راسها المحكمة العليا. ولكن في الحقيقة كان كيلعب لعبة أخرى. الهجوم بصح كان عنيف، النار، الرصاص وفوضى عارمة. المحكمة تحرقات والملفات اللي كانت غادي تطيحو اختفات وسط الدخان. وسط هاد الخراب كامل اسكوبار ما بانش في الصورة انه هو الفاعل وما تهضرش عليه نهائيا. نفس الوقت كان هو الرابح الاكبر، حيت اكبر دليل ضده تحول خبر كان للرماد وما بقاوش شادين عليه شي حجه ملموسه. داكشي اللي بغا تهنى.
ولكن الحرب ما وقفاتش هنا، بل زادت خطورة، حيت هاد المرة الهدف ما كانش قاضي ولا وزير، الهدف كان رئيس مستقبلي سيزار غافيريا، مرشح بقوة باش يطلع الرئاسة، وكان ديما في خرجاته ضد اسكوبار وضد كارتيل، انه غادي يهني كولومبيا من هاد المجرمين اللي دمروا البلاد، وانه كيأيد الفكرة يتسلموا الامريكان. ويلي واش بد عليه. وهنا جات الخطه ديال بابلو باش يسلم عليه النيت باش يطلع في الطياره اللي كان غادي يركبها داك النهار. طائره كانت الرحله افيانسا، رحله فلايت 203 سنه 1989. غير قلعات فرقعات، النار شعلات، الناس اللي فيها شتوا في السما ولات جحيم. الهدف كان هو سيزار غافيريا اللي كان مرشح باش يكون رئيس الدولة، ولكن في الأخير جاتو تنقنقة باش ما يركبش، والنيت ما ركبش الطيارة، ولكن ماتوا الناس أبرياء بلا حتى شي ذنب. ولات هاد العملية إرهابية 100%، كارثة عظمى في كولومبيا بدل ما تكون غير محاولة اغتيال. من بعد الانفجار الطائرة افيانسا الرحلة 203، كولومبيا تعاونت دايركت مع أمريكا بشكل رسمي، وتزاد الضغط هنا على بابلو اسكوبار، ضيقات عليه من جميع الجهات، من الشرطة، من الجيش، استخبارات، وحتى من عصابات اخرين. جاتهم الفرصة باش وبداو كيشدو الناس اللي قراب ليه ويفكوا الشبكة ديالو وحده بوحده. بزاف من رجالو اللي كانوا تابعين ليه ماتوا، وبداو كيحرقوا الممتلكات ديالو. ولات المطاردة كبر وقوى، ما بقات حتى بلاصة سيفتي، وهنا ما كانش عنده اختيار، اضطر يهرب ويعيش متخبي، كينتقل من البلاصة لبلاصة، هارب من الدولة من العالم كامل، وبقى عايش بهالطريقة لمدة عامين، حتى ولا محاصر بالكامل، ومعاها الضغط كامل وما استسلمش. عنده نفس طويل، وخا ما بقاتش عنده نفس القوة ولا نفس النفوذ، ولكن ما خاف انه كان حماق في افكاره. ولكن غير حس انه بدا كيفقد السيطرة على المنظمة الكارتيل، هنا قرر يدور خطوة ما كانش متوقع، يسلم راسو ولا بغات توقع، ولكن كان عقد شروط عليهم باش يبقى بعيد على السجون الامريكيه. قال لهم قبلتوا ولا ما قبلتوش، عندي في حال غير بغيتوني نتحبس اوكي ندخل هاد الحبس انا، ولكن انا اللي غادي نبني بنفسي، وانا اللي غادي نجيب المهندسين ونوقف عليهم، وغادي نبعد عن هاد الطريق اللي طلبتو مني. صافي متفاهمين داكوردو. تم الموافقه باش تكون هدنه في البلاد، لانه كان معقدهم في حياتهم، وبنى بالفعل هاد السجن اللي سماه لا كاتدرال. الاسم بوحدو فيه هبه كبيره، كيبين ليهم انا مازال مسيطر وخا في الحبس. كاتدرال ما كانش حبس عادي، كان قصر مهيب فوق الجبل، فيه كل شيء، ديسكو باش يسهر، وغرف فندقيه، وملعب كرة القدم، والسينما، وسيادي حبس فاخر من الآخر، حبس VIP. ونزيدكم حتى هو داخل السجن ما وقفش النشاط ديالو، بقى كيتحكم من الداخل، راه الباترون، وكأنه مازال حر، شاد كل شي برا وعارف كل شي. وهادشي خلى الدولة تفهم باللي حتى السجن ما غاديش يوقفو. ومنين قررت نقلو لسجن عادي، هرب ليهم قبل ما يشدوه ينقلوه، حيت متأكد مجرد يشدوه غادي يسلموه للميريكان. الضغط عاود زاد، الأعداء زادوا كتروا، والدولة ولات باغية تسالي هاد القصة بأي ثمن. بابلو ولا هارب من دار لدار، من المدينة للمدينة، حتى بقى بوحدو تقريبا، بلا شبكة قوية وبلا حماية. كل خطوة كان كيديرها ولات كتكشف الموقع ديالو، ملي تحاصر ما بقى عنده حتى مخرج. في الأخير ما كانش السلاح هو اللي خان بابلو اسكوبار، كانت مكالمة عائلية. بعد هروب طويل قرر يتصل بولدو ويطمن عليه، لأنه كان حاس يمكن غادي تكون آخر مرة يهدر مع ولدو أو العائلة ديالو في خطر. بهاد المكالمة العائلية ديال الأب مع ولدو، ولكن اللي ما كانش عارف أن المكالمة كانت كتراقب، الشرطة كانت كتستعمل تتبع الإشارات. مجرد ما طول في الهضرة قدروا يحدوا المكان ديالو، وفي ثواني معدودة تحول الصوت ديالو لإحداثيات، ومن تما
بدات النهاية. مشكلة بابلو واخا كان عارف أن تليفونه مراقب، حتى لدرجة أنه كان بعض المرات كيتواصل مع صحابه بالكودات المود باسات باش إلا سمعت المكالمة ما يتفهم والو، ولكن ما كانش عارف أن الإشارة ديال الهاتف بوحدها كافية باش تحدد اللوكيشن، يعني الموقع ديالو. وبالفعل هادشي اللي وقع. ولكن كون ما كانش المساعدة وتدخل أمريكا هنا عمرهم كانوا يقدروا يشدوه. وأخيرا عرفوا بلاصتو، تشد بابلو اسكوبار، تحاصر فوق السطح في البيت اللي كان مخبي فيه. ما بقى ليه حتى مخرج، ما كانش تفجيرات ولا الحرب هي اللي سالات القصة، بل مكالمة صغيرة ما كانتش على البال هي اللي كشفاتو. وسط داك الحساب كان قدامه جوج اختيارات، يا اما يسالي حياته هنا ولا يتشد ويتحبس في ميريكان. كان ديما كيقول نفضل نتدفن هنا في بلادي ولا نتحبس تماك. الراجل اللي كان كيخوف دولة كاملة طاح بسبب دقيقة ديال الهضرة باش يطمن على ولده. نقطة ضعفو كانت عائلته، وفي هذا العالم مافيا إلا مشاو حتى لقاو أو عرفوا نقطة ضعفك مشيتي فيها خلا، حيت غيبداوك منها نهار يبغيو تخلصوا منك. بالرغم أنه كان كيخون مراته مع بزاف ديال العيالات، إلا أنه كان كيبغيها ومكانتها بوحدها. بابلو بصح شخصية معقدة وصعيب تفهموها، وكان كيموت على ولادو، مهلي فيهم، تقيسو في كل شيء إلا ولادو. خط حمر لدرجة كان قاسي مع كل شيء إلا معاهم. كيقولوا مرة ملي كان هارب مع عائلته في البرد حرق الملايين غير باش يسخن بنته من البرد. ولادو هما نقطة ضعفه. هنا العبرة ديال اليوم، الإنسان مهما كان قوي كيبقى ضعيف من واحد الجهة. نقطة الضعف ديالو كانت العائلة، وهي اللي كانت سبب نهايته. في العالم المافيا من وجهة نظري الأحسن الواحد ما يتزوجش باش ما يورطش عائلته في هاد الطريق، ويكون السلاح الأول اللي غيتيرو فيه غيكون كيظلمهم معاه وهما اللي غيدفعوا الثمن في الأخير. صحيح حياتهم كتبان بحال حياة الملوك، فلوس، السلطة والنفوذ، ولكن الحقيقة هادشي كامل غير مؤقت، والنهاية ديالها غالبا كتكون قاسية. ديما خايف، ديما مشبوع، وفي الأخير الضياع والتشتت. العائلة كاملة. سيادنا قصتنا سالات، نتمنى نكون عجبتكم، وما تنساونيش من دعائكم وتشجيعاتكم. نخليكم في رعاية الله، تهلاو في راسكم، ربي معاكم، والسلام عليكم.